السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في وصفة من مطبخ محمد مرتع. أنا حطيت زبدة هنا. فاليوم وصفتنا حنعمل الجمبري اللي في السلسلة اللي عملناها في بداية الحلقة الأولى. فحطيت الزبدة، الآن أحط الزيت عليها. بسم الله. أخليه يقدح شوية وبعدها أنزل الجمبري وأنزل باقي المكونات، بس أعطيها 5 دقائق وبعدها أنزل بقية المكونات على النار. هذه حضيف عليها عسل زي ما عملنا في السمك. بسم الله. أوكي. شايفين كيف الجمبري ما ياخذ وقت، يصير بعد ما يستوي الجمبري أطلعه وبعد كده أعمل بقية الخضار وبعدين أنزل الجمبري عليه. شايفين 5 دقائق بس نطلع. ننزل فلفل وجنزبيل والثوم والصلصة وبابريكا حلوة والثوم المقلي أو الثوم الناشف. أحط الطماطم وأخلي شوية طماطم بعدين. الآن أحط الجزر وفلفل الرومي والكوسة والبصل الأخضر مقطع، وبعدين نضيف التنزيل. أحط الصويا الحلوة. أحط عليها شوية موية وأحط عسل ملعقتين أكل والملح. أنا حطيت النشا هنا الآن ملعقتين مع كوب موية. خلاص أنزل الجمبري الآن فوق الخضار. بسم الله. والطماطم السليمة والأناناس. أعطيها دقيقتين وبعدين أنزل عليها النشا وأسكر عليها. هذا تصدقوا
نسينا البصل، نحط البصل الآن جزء منه. أنا أقول يا ربي في شيء ناقص، فتري البصل. يلا حلو، يعطينا كده فريش. خلاص الآن أنزل النشا مع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط البصل الأخضر. وشايفين كيف صارت؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسون من خالص دعاكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.